دايما بسمع كرتون جامبل، دايما بتفرج عليه عشان اضحك. اكتر كرتون كوميدي حرفيا اتفرجت عليه. بس ثانية واحدة، في شخصية محدش وقف عندها. هو مين ده؟ وبيعمل ايه هنا؟ في عالم جامبل في شخصية واحدة غامضة، دايما بتظهر فجأة وبتختفي فجأة. ايوه، المهرج الغريب. دايما مش بيتكلم، مش معروف له صوت ولا حتى اسم، ولا حتى معروف هو موجود ليه. ده حتى مفيش حلقة نزلت تعرفنا ايه سبب وجود المهرج الغريب المرعب ده. هل هو شيطان، ولا شخصية عادية، ولا مجرد شخصية مجنونة بيخلي كل اللي حواليه متوترين ومرعوبين؟ المهرج ده مش موجود في كل الحلقات، وظهوره دايما مفاجئ في أماكن مختلفة، سواء في المدارس أو في البيوت أو الشوارع. كل ظهور ليه بيكون قصير، لكنه دايما بيترك أثر قوي على الشخصيات التانية. المهرج بيتحرك بطريقة غير متوقعة، أحيانا يقف في أماكن مش متوقعة أو يظهر على أطراف الشاشة، وده بيزود شعور التوتر والخوف. أي شخصية تقابله فورا بتحس بالخطر والتوتر، وده اللي بيخلي الجمهور نفسه يحس بنفس الشعور اللي هو أنت كمشاهد. لو ركزنا على الظهور هنلاحظ إن عنصر الغموض والتوتر هو أساس الشخصية. المهرج مش الرعب بالصوت ولا بالهجوم، لكن مجرد وجوده المفاجئ بيخلق شعور بالخوف. ظهوره القصير في الحلقات بتخلي أي مشهد يظهر فيه مشوق حتى لو كان بسيط، لأنه بيحافظ على الغموض والاهتمام. المهرج الغريب مثال ممتاز على إزاي شخصية محدودة الظهور ممكن تسيطر على الجو العام للحلقات وتخلق شعور بالخوف والتوتر. ودي كام لقطة ظهر فيها المهرج بطريقة غريبة وطريقة مرعبة. ودي كانت حلقة مختصرة عن المهرج الغريب في كرتون جامبل. لو عايزين حلقة مفصلة مليانة كل التفاصيل اكتبولي في الكومنت، وإن شاء الله هنزل لكم حلقة كاملة عن المهرج وهعرف لكم كل تفاصيله، وهنعرف مع بعض كل التفاصيل. فدعم على الفيديو ده، وإن شاء الله هنزل لكم الفيديو الجاي عن كل التفاصيل ومين هو بالظبط. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. سلام.